عارف إن في حد دلوقتي بيسرق أفكارك وبيتحكم في قراراتك وإنت اللي سامح له؟ لا ده سحر ولا ده تنويم مغناطيسي، ده مجرد ميرورنج يا صديقي. في السبعينات عالم أعصاب اكتشف حاجة غريبة جدا في إن في خلايا بتنور لما قرد يعمل نفس حركاته، إن يا أخي مخه بيقلد نفس الحركة بس من غير ما يحس. هما بقى العلماء دول سموها الخلايا العصبية المرآتية. الخلايا دي يا صديقي هي اللي بتخليك تحس بالأمان مع ناس، وناس تانية تحس إنك مش طايقها. عاوز تسيطر على أي علاقة عاطفية أو علاقة بيزنس لازم تكون مراية اللي قدامك. لما تقعد مع حد راقب رتم كلامه، سرعته، بيتكلم ازاي، بيتكلم بهدوء ولا بعصبية، استخدم لغة جسد مفتوحة، ربع ايده، فانت لازم تربع ايده بس بعده ب10 ثواني. هو حط رجل على رجل، انت لازم تحط رجل على رجل زيه. انت كده بتبعت له اشارات طبعا لمخه اللاواعي ان انت شبهه، وطبعا المخ لما يحس انك شبهه يرتاح لك ويحس بامان ويثق فيك من غير ما هو يحس ومن غير ما وعيه ياخد باله. عقله الباطن بيبدأ يصنفك انت كأنك شخص آمن، شخص من نفس القبيلة، من نفس تفكيره. الكتاب الشهير ذا لو اوف هيومن نيترو بيقول لك ان الانسان بيحب يشوف نفسه في عيون الاخرين، كل مرايته تمتلك عقله. بس السر في التوقيت، انت لو بقيت بغبغان اللعبة هتتحرق. العلاقات حرب باردة وانا هنا عشان اسلمك السلاح، بس استخدمه بعقل هادي يا صديقي.